السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ أم زكريا. وصفتنا لنهار اليوم هي طاجين البي فاصون تشيز كيك. شوفوا يجي بزاف بنين راقي، والأهم أنه يجيكم بنين واش نقولكم بنة عالمية. هنا أول حاجة بدينا بها هي المول. تقدري ديري المول اللي عندك، بصح من الأحسن يكون المول شوية صغير، فهمتوا؟ هذه هي الحاجة اللي لازم تعرفوها. هنايا عندي كمية من بولي آشي، وعندي أيضا الفيونتاشي كمية قليلة فقط. عندي كمية قليلة هنايا، ما تحقركمش الكاميرا، راه الدجاج راهو ربع صدر دجاج فقط. هنا عندي كمية لحم مفروم، عفوا عندي جبن مبشور، عندي حبة بصلة، عندي بيضات، عندي شوية معدنوس، والتوابل اللي هما الملح، فلفل أسود، فلفل عكري، ثوم مرحي، وتوابل الدجاج وتوابل اللحم. شوفوا الوصفة هذه راقية، تقدروا ديروها في المناسبات، تقدروا ديروها في ليمول فرديين، كما تقدروا ديروها في مول حجم كبير. يبقى لكم هذا الشيء اختياري. المهم شوفوا بنة عالمي، مع اني انا ما نحبش البيض، لكن في الوصفة هذه صدقوني يجي بزاف بنين. هنايا في المقلاة درت شوية زيت، واللي عندها زبدة تقدر دير شوية زيت وزبدة. ندير نصف حبة البصلة، نقليها جيدا في المقلاة ونروح نضيف على هذاك اللحم المفروم، نقليه شويه، ونبدا نضيف له التوابل اللي كنت ذكرتهم لكم: ملح، فلفل كحل، فلفل احمر، توابل اللحم والثوم الملحي. هذو هما التوابل اللي نديروهم فقط. بعد ما يطيب هذاك اللحم واش راح نضيف له المعدنوس. كي يطيب يخلص نحيه من المقلاة، نحطه في الصحن ونزيد له البيض. شوفوا على كميه اللحم المفروم تاعكم، راكم تشوفوا بلي اللحم المفروم تاعي كميه جد قليله. درت له حبه بيض، دالي فقط حبه بيض، لا فوقها ولا تحتها. ورايحه نضيف له شويه، انا حبيت نضيف له شويه من صفار بيض، ورايحه نضيف له ايضا شويه تاع الجبن المبشور. يعني شوفوا الوصفه هذه قمة. هذه الوصفة تقدروا ديروها فقط بالفيوند اشي، كما تقدروا فقط ديروها بالبولي اشي، كما حتى تقدروا ديروا ميلونج كما درتو انا اليوم. يعني ما تقتديوش واش درت انا. شوفوا بنة عالمية. وحبيت نقول لكم برك في الوصفة هذه ما تكثروش بزاف لي زيبيس، خاطرش كي تكثروا لي زيبيس بزاف رايح ينحي لكم هذيك النكهة تاع اللحم، مش يعطيكم هذيك البنة. ديروا القليل من كلش باه يبقى اللحم متحافظ على النكهة تاعو. هنايا رحت درتو في المول اللي كنت فرشت فيه ورق الطهي وورق الالومنيوم. يعني شوفوا البنات، سهله هذه العمليه بزاف. الوصفه هذه رائعه، وتقدر اي وحده فيكم ديرها، وكما نقولوا حنايا في 10 دقائق وانت موجدتها. يعني مش حاجه كبيره بزاف. في نفس المقلاة، يعني صراحه المقلاة ما غسلتهاش كامل باسكو نخدم ضربه واحده. في نفس المقلاة راح نقلي البصل تاعي، نفس الشيء اللي درناه مع الفيون داشي هو نفس الشيء اللي راح نديروه مع البولي اشي. شوفوا حبيباتي، هنايا نروح ثاني نقلي البولي اشي تاعي مليح، ونروح نبدا نضيف له التوابل. بالنسبه للتوابل: ملح، فلفل اسود، فلفل عكري، ثوم مرحي، وتوابل الدجاج. يعني هذو هما التوابل، قلت لكم قليل من كلش. ورايحه نضيف ايضا المعدنوس. الوصفه هذه المعدنوس ضروري. هنايا نفس الشيء اللي درته مع الفيون داشي رايحه نديرو مع البولي اشي. نروح نحط كميه الجبن المبشور، ونضيف عليه ايضا البيض. شوفوا هنا البنات كمية الدجاج راهي شوية مضاعفة، دالي ما يحاول 2 بيضات إلى 3. نخلط كامل هذاك الميلونج مع بعضها حتى يتجانس لي، وروح نفرغو فوق الفيون داشي. شوفوا البنات الفيون داشي كي حطيته دخلته قبل للفرن، نشف لي شويه البيض حطيت فوقه هذا. شوفوا البنات لازم تدخلوه شويه للفرن ينشف لكم، اذا ما دخلتوش للفرن ينشف، كي تحطوا هذا حيتخلط لكم مع بعضها، مش حيعطيكم هذيك النتيجه المرضيه. يعني هذا الشيء راهو باين في الفيديو بلا ما نضل نقولكم. هنايا كما راكم تلاحظوا اللحم المفروم تاعي راهو ناشف، دخلته للفرن. شوفوا 10 دقائق فقط ينشف هذاك البيض، ونروح نحطو فوقه الخليط تاع الدجاج. ونروحوا هنا نشوفوا الطبقه الاخيره اللي راح نديرها. عندي حبه بيض، راح نضيف عليها كميه من جبن الطلاء، وايضا راح نضيف عليها كميه من لا كريم فريش. اللي ما عندهاش لا كريم فريش تعوضها بالحليب اللي يكون فيه نصف كاس حليب وقليل فقط من ربع ملعقه صغيره تاع النشاء، باه يعطيك هذيك الخضاره، وفي نفس الوقت من بعده يحكم لك روحه في الفرن. نكب هذاك الخليط كما راكم تلاحظوا فوق الدجاج هكذاك هواني، وندخلو للفرن يطيب على درجه حراره 170 درجه مده ربع ساعه الى 20 دقيقه حتى ينشف لنا هذاك البيض. في الاخير وصفتنا لنهار اليوم ها هي امامكم. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم، نقول لكم جربوها لانه بنه عالميه، بنه هبال. جربوا الوصفه هذه وتشاركوني تعليقاتكم ارائكم في لي كومنتير، ونقول لكم باي باي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.